أقول كل أب وكل أم يحذر من هذه الأنشطة. يروح الطالب إلى المسجد ويحضر القرآن والحلقة ثم لا يذهب إلى رحلات، لأن في الرحلات تحصل بلاوي. أنا يعني أدين الله عز وجل بهذا الكلام. أولا من أخطر ما يحصل أن هؤلاء المسؤولين يأخذون أبناء الناس وهم يثقون فيهم، ثم يتركونهم مع شباب ربما توه ملتزم، توه مهتدي، ويحصل علاقات شاذة مع الأطفال. نعم، أنا في لقاء تنظيمي إخواني قبل أن أخرج، ومن الأسباب التي جاءتني أخرج، حنا 8 أو 9 تقريبا مسؤولين مناطق، أنا مسؤول منطقة في الخبر وآخر. جاء أحد أعضاء التنظيم وقال فلان الذي يمسك النشاط في التوعية في مدرسة كذا اعترفوا عليه الطلاب طبعا وكان أعزبا أنه من 2 وهو يمارس معهم الشذوذ، و14 طالب، وكان مدرسا لهم، وكان يخافون منه، حتى واحد منهم مصيب بانهيار فتم كشفه. طبعا كنا في اللقاء، فأنا قلت مباشرة هذا يجب أن يكشف ويعاقب ويطبق عليه الشرع. المجموعة كلهم بما أنهم فيهم القائد الذي قال لا نريد أن ننكشف من الناس فلا يعطونا أبنائنا، انقلوه إلى مكان آخر. ولو أردت أن آتي بقصص، لأنه أول شيء هم يخالفون المنهج. قصص كثير من الشباب الذي جاء يريد الهداية ترك الهداية لو من شاء رأى ممارسات بعض هؤلاء التنظيم. أنا لا أتكلم عن الإخوة الملتزمين والطيبين، لا، أنا أتكلم عن شيء عايشته. يوجد حالات، ولو تسوون في النت وباستبانة واستفتاء عن أمهات يبكين دما وليس دموعا كيف تم اغتصاب أبنائهن في حلقات وفي مكتبات. شيء عظيم.